السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غيرنا فكره الفيديوهات وبقينا ندفع. فالنهارده احنا جبنا 5 انواع شيبسي بشركات مختلفه، بس اهم حاجه ان هم مش مقاطعه، كلهم ب 10 جنيه عشان تكون المقارنه عادله بالكميه. هنقيم الكميه، هنقيم الطعم، هنقيم كل حاجه. بس قبل ما نبدا اكتب تحت في التعليقات مين اسوأ طعم شيبسي فيهم، ويلا بينا ندخل ونشوف مين اسوأ طعم شيبسي. معانا 5 انواع شيبسي هنوريه لكم الاول. اول طعم معانا وهو برافو. انا جبت طعم غريب من كل شركه، يعني مثلا شركه بيج مثلا جبت منها اغرب طعم نزلته كده، كل هكذا بقى في ال5 اطعمه. فاول حاجه اول شركه معانا هي برافو بطعم لبنه بالاعشاب. ربنا يستر من بدايتها الفيديو سخن اهو. بس خد بالك، تيجي تقول لي احنا عملنا الفكره دي ليه غريبه، ها؟ نزلنا فوت وقلنا عايزين فكره الفيديو اللي جايه بتاعت ايه، وانتوا اللي اخترتوه، فعشان كده عملناه. وخدوا بالكم هنزل فوت للفيديو الجاي، ويبقى فوتوا للفكره اللي انتوا عايزينها وهننفذها الفيديو اللي بعده. المهم يلا نكمل. ده معانا قلنا ده برافو حلو، طعم غريب. معانا تاني شيبسي معانا وهو جاكور. يقول لك ده بطعم الايه بقى؟ هو انا مش عارف، يعني هو بالليمون. بيقول لك يا معلم جاكور لايم ها، واخدين بالكم؟ ماشي. ثالث نوع معانا سبادز، للناس اللي بتحب السبادز. سبادز سوري معلش سبادز بطعم الايه بقى؟ انا استغربت لما شفته وانا بجيبه مرسوم بطعم، بيقول لك سويت اند شيلي شيلي يعني، واخدين بالكم؟ يعني الطعم حلو والشطه. طب يعني ايه حلو والشطه؟ يعني ايه يا سبادز الكلام ده؟ انت بتهزر يا عم. بص كده، جيت بصيت هنا كده زي ما انتم شايفين صوره مانجا وفلفل، شايفين؟ اظن انتوا شايفين اهو، مانجا وفلفل كده. بتهزروا يا جدعان والله. تالت نوع معانا وهو تالت نوع ايه؟ معلش ايه ده؟ رابع نوع معانا وهو المعروف الشهير، الشركة المصرية الشهيرة باسمها بيج. يا عم انت بيج كام كيلو يعني؟ انا اسف معلش يا جماعة. خلاص منزل طعم وهو طعم الصلصة المكسيكية. يا عم انت ما تهزروش يا جدعان. لا انتوا كده بتهزروا يا جدعان والله. بتهزروا يا جدعان والله. غسيل معده وش بعد الفيديو ده غسيل معده. واخر نوع معانا والمعروف المصري القديم اللي معمول اصلا من قبل ما اتولد، وهو فلامانكو. بس بطعم الايه بقى؟ بطعم المنتجات زرة. حتى بيقول لك زرة يا زرة، لا منتجات زرة بطعم الشطة والليمون. فلامانكو معلش فلامانكو. يلا بينا انزل دلوقتي بقى. انت شفت 5 انواع، انزل دلوقتي اكتب في التعليقات انهي اسوأ نوع، ويلا بينا ندخل على الفيديو من غير اي مقدمات. اول نوع معانا هنبدأ بيه وهو فلامينكو. يا عم كفايه فلامينكو، اسمه فلامانكو. معلش يا جدعان بتلخبط كده يعني. فلامانكو. بسم الله. اولا كديزاين هو حلو، ككتر ركز معايا بقى. بص الكتر الصراحه وصل لحد هنا اهو. الامانه والله يا جماعه ما فيش اي اعلان في المنتجات دي، ما فيش اي حاجه. نفتح ونشوف. ريحته الصراحه يعني الليمون زايد شويه. انت هتعمل لي شيف يا عم الحاجه ما تخلص. عشان المايك في بقي يعني، انت ماليش دعوه والله، يعني عشان تسمعوا كويس. فاهم؟ لا لا نسيت نفسي معايا. صراحة
ثواني بس عشان اعرف اخد التجربه كامله. طبعا الفيديو ده لو جاب عدد لايكات كتير هنعمل الجزء التاني بقى بحاجه تانية، ايس كريم، بيبسي، عصير كده، فاهمين؟ طيب تجربتي لهذا الفلامنكو، الليمون حلو مع الشطه فعامل طعم حلو، بس التوابل مش كتيره قوي، مش كتيره قوي يعني، فهنقيمه نديله يعني لا حلو، ده حلو، دي بدايه مبشره. خد بالك ده اسهل واحد من دول على ما اعتقد، انا سمعت كده 7 من 10. 7. طب استنى نزود كده يمكن لا 7 لا 6. الليمون كتير قوي. 6. تاني نوع شيبسي معانا وهو شيبسي اللي كلكم بتحبوه، بيج. طبعا هو بالصلصه المكسيكيه، انا والله ما اعرفش، هم شايفين زي ما شايفين كده في فلفل، بصل، حاجات كده يعني، انا ما اعرفش ايه الصلصه المكسيكيه دي، هندوق مع بعض. عايزين الراحه النفسيه، اسمع كده يا ابني، اسمع. لا طب اديله فرصه ثانيه عشان اخر فرصه والله. عارفين عامل زي ايه؟ عارفين تايجر بالفلفل الحلو؟ هو زيه بس على وحش بقى، مش حلو. ايه يا بيج، في ايه يا بيج؟ وعامل لي بيج وبتاع. انا قلت برضو انت كام كيلو؟ ما حدش صدقني. تقييمي ليه، نديله تقييم 3 من 10. 3 لحد دلوقتي الصراحه هو متصنف كأوحش شيبسي يعني. يلا اللي بعده وهو الغني عن التعريف، جاكوا. ارفع ايدك فوق لو مدة ايه. جاكور معانا بطعم الليمون، قلنا وذكرنا هذا قبل كده يعني. شكل الصراحة فلامنكو هيعملها ويكسب، منكو مني كلنا هنكسب. لا ريحته وحشة قوي، ده ريحته وحشة قوي، هو اصلا معرفش طالع عامل كده. لا رجع تاني. لا بس في منه، في استنى. لا برضه لا ما تهزرش. هو في الاول مديك طعم عالمي، بعد كده يرجع. طب نديله معلش مره كمان، انا خلصت البتاع وهقول وحش يعني. لا كل منه 3 كده ولا حاجه، مش هيعجبك، مش حلو. تقييمي ليه بس هو احسن صح من بيج، خلينا نكون عارفين ده احسن من بيج. نديله 4 من 10 يا عم. 4. معانا بقى البتاع، ومعانا الشيبسي الرابع المدمر، وهو إسبا. العبط بقى يا جدعان، بعمل ايه؟ معانا سبادز، هو بيقول لك بالمانجا والفلفل، دي اللي انا مصدوم منها. هل يفاجئنا ويبقى طعمه حلو؟ هنشوف مع بعض. يا جماعه انا بتعب، دوس لايك واشتراك. لا ده مفروض
لا ده ما فيهوش فرصه خالص، انسى انسى. والله عايز اديله واحد، عايز اديله واحد، مش عارف لساني بيقول لي يا نصاب يا نصاب ما تنصبش. 0 0 من 10. صعب. طعم يا جماعه في طعم. بص هو اولا طعم الفلفل فيه، بس في طعم المانجا ما فيش طعم مانجا يا ابني. طعم المانجا او في ممكن يكون فيه مع الفلفل تعمل حاجه، ولا انا اللي فيه ايه ولا فيه. 0. مفيش كلام في الموضوع ده يا جماعه. لا 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 ما تقوليش ارجع. لا لا لا. خامس معانا واخر شيبسي معانا، وهو الشيبسي المعروف اللي لا غنى عنه، اللي انا اصلا اول مره اسمع عنه. برافو برافو يا ابن اللعيبه، برافو برافو. معلش بقى معلش. برافو. ده طبعا انيل وانيل، مكتوب ان هو باللبنه بالاعشاب. اعشاب ايه يا عم؟ انت شايفني ايه؟ انت شايفني مع اننا معانا برافو. اقسم بالله اقسم بالله والله العظيم 3 ما بهزر، اقسم بالله العظيم ريحته اعشاب معفنه. اقسم بالله العظيم ريحته اعشاب معفنه والله. اهو انا ما بهزرش. ايه اقرا مكتوب ايه؟ اقرا لبنه والاعشاب. ريحته وحشه قوي. ده انيل من سبادز. طب اديله ايه تاني؟ طيب اديله ايه؟ اديله على وشه. يا ابن اللعيبه شكله هيفاجئني ولا ايه؟ باين انه هيعملها ولا ايه؟ يا ابن اللذينه سافل. ده طلع سافل. حلو بالنسبه للي فاتوا، حلو. انا عشان كده قلت يا ابن اللعيبه بالنسبه للي فات، بس هو حلو يعني بالنسبه للي فات. هل اشتريه ولا لا؟ لا. اشتريه ولا لا؟ لا. طعمه مش توابل خفيفه، طعمه مش حلو، بس احسن طبعا من سبادز. سبادز ده وحش قوي قوي، مع انه كان بيعمل حاجات احسن من كده بكتير. معرفش جه في ده غير. بس نيجي بقى للحظه الاخيره، اني افضل للاخر. تعال نقول اني الاحسن واني الاوحش. افضل حاجه في دول بصراحه لحد دلوقتي اللي انا دقته فلا مانكو. تاني حاجه جاكور. تالت حاجه احنا دلوقتي بنتكلم في اني افضل 5 في اغرب الاطعمه من ال5 شركات. تالت حاجه يعتبر الاتنين في نفس المستوى، بيج وبرافو، او ممكن يكون بيج يتألق بشويه. بيج وبرافو. اخر حاجه معانا وهو سبادز. فهل اكتب لنا تحت في التعليقات انت توقعت صح ولا لا ان سبادز هو اللي هيبقى اوحش طعم من الاطعمه دي ولا لا؟ وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش اللايك والشير وبس. لو الفيديو ده جاب لايكات هنعمل الجزء الثاني ونشوف اني اوحش ايس كريم او اني اوحش مشروب او كده يعني من الاغرب مشروبات. وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش اللايك والشير وفعل زر الجرس. بحبكم يا اخواتي والسلام عليكم. Fearless.